السوشيال ميديا هي أداة ممكن تخليها تجيب لك اكتئاب أو ممكن تستخدمها في إن أنت تفتح المشروع بتاعك. بص لها من طريقة مختلفة شوية. إيه أغلى شوارع ممكن تأجر فيها محل؟ الإجابة هي أكتر شوارع بيعدي فيها ناس، أكتر شوارع عليها الرجل، لأنها بتظهرك قدام عدد كبير من الناس. فبدل ما أنت محتاج إن أنت تفتح محل وتدفع إيجاره وتبتدي إن أنت تعمل منتج وتعرضه، انت ممكن تعمل الكلام ده على السوشيال ميديا وهيبقى ليها تأثير أقوى بكتير، لأنها تقدر توصل لأعداد مش هيوصل لها أي شارع في الدنيا. فمن الآخر انت محتاج ان انت تغير نظرتك، هي مش وسيلة للاستمتاع، هي وسيلة للماركتينج أو للتسويق. وأنا مش جاي عشان أعلمك ازاي تبقى انفلونسر، لأن انفلونسر دي يعني واحد بيعمل أي حاجة. يعني أنا مش هعلمك ازاي تعمل فيديوهات تقعد تتنطط وترقص فيها وتعمل أراجوز عشان تجيب مشاهدات. ده مش الهدف الصح من السوشيال ميديا. لو انت عملت كده انت هتتشهر لحاجات تافهة، وسيرتك بدل ما هي هتكون سيئة في المنطقة اللي انت فيها، لا ده هتكون سيئة على مستوى العالم. اي حد يقدر يشوفك، يقدر يشوف ان انت بتعمل محتوى بيقل من احترامك. لكن بص لها من منظور ان انت تقدر تستخدمها في ان انت تبيع حاجات قيمة تفيد الناس اللي حواليك. طيب انا ما عنديش منتج دلوقتي وما عنديش فلوس ان انا استثمرها في ان انا اعمل منتج من اول وجديد، والمنتج ده يا ينجح يا يفشل بعد ما ياخد مني وقت، فانا ما عنديش حاجة ابيعها. صح؟ غلط. من اجمل الحاجات اللي انت تقدر تبيعها على السوشيال ميديا هو العلم، الخبرة في اي مسألة في الدنيا. هتقول لي انا ما عنديش خبرات، انا ما عنديش مهارات. هقول لك لا، عندك. ابسط مثال، انت بتعمل ايه في حياتك؟ سواء بتعمل حاجة حلوة او بتعمل حاجة وحشة، فانت بتعمل حاجة في حياتك. فرضا مثلا انت بتشرب سجاير واشتغلت على نفسك وبطلت السجاير، ده ممكن يكون المنتج بتاعك. اسوأ عادة واكتر عادة ممكن تكون مدمرة بالنسبة لك، انك تعرف الطريق ان انت تبطلها، ده ممكن يكون المنتج بتاعك. فانت ممكن من الاخر تبيع للناس بروجرام يساعدهم ان هم يبطلوا سجاير ازاي زي ما انت بطلتها. طب ما هو في الف واحد غيري بيتكلم وبيقول ازاي تبطل سجاير. ايه الفرق بيني وبينهم؟ الفرق ان انت تجربتك خاصة بيك انت، قصتك خاصة بيك انت. مش كل الناس قصصهم زي بعض، ومش كل الناس شبه بعض. فالناس اللي شبهك واللي قادرة تفهم الطريقة اللي انت بتتكلم بيها وطبيعتك اللي ربنا خلقك بيها، مش هم نفس الناس اللي هيفهموا حد تاني. فتقدر ان انت توصل لناس من زاوية مختلفة دايما. حلو كده. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ انا عارف دلوقتي ان انا عندي منتج معين اللي هو اي تجربة انا مريت بيها. ابدأ ازاي ان انا استخدم التجربة دي في ان انا يجيلي فولورز او متابعين، بحيث ان انا اقدر ابيع لهم المنتج بتاعي ده؟ لازم تعرف اول حاجة انت بتكلم مين. يعني التارجت اودينس بتاعتك، نوع الشخص ذكر ام انثى، حالته الاجتماعيه، ولو هو من حاله اجتماعيه مشابهه ليك فانت هتفكر في الحاجات اللي انت استخدمتها مع نفسك. ودي احسن طريقه انا بشوف ان انت ممكن تعمل بيها محتوى، تبتدي ان انت توري الناس التانية اللي شبهك ازاي انت حليت المشكله دي. تالت حاجه تعرف الفئه العمريه اللي انت بتتكلم عنها، وبكده نبقى حددنا الفئه اللي انت مستهدف المحتوى بتاعك بيها. تاني خطوه، ما تفكرش في الفلوس الاول. الناس بتكره ان انت تبيع لها حاجه من غير ما تكون عارفاك. ما ينفعش ان انت تخبط كده عليا وتقوم ظاهر لي مره واحده وقايل لي بص انا عايز ابيع لك المنتج ده واديني فلوس. انا ما اعرفكش ومش عايز اعرفك ومش مهتم. عود نفسك ان انت ما تفكرش في الفلوس ولا في البيع اول حاجه. فكر ان انت تدي ببلاش على قد ما تقدر. ادي معلومات، ادي معلومات، خليك كريم جدا ومعطاء جدا. ادي للناس، لان الناس بطبيعة الحال هتحس انها عايزة تديك حاجة في المقابل. كان في احد الاختبارات بيشوف فيها ان الناس اللي قاعدة في مطعم وبتاخد الحساب بالتشيك بيدوا تيبس ولا لا. وفي العادي في نسبة معينة بتدي تيبس، بس لما ضافوا مع التشيك ده او مع الحساب بونبوني، لقوا ان الناس بتدفع اكتر بكتير تيبس. ليه؟ لان مخ الناس متأقلم على فكرة انه طالما انت بتديني حاجة انا كمان هبقى عايز اديك، فخليك معطاء. بعد ما تبتدي ان انت تبقى شخص معطاء وتبتدي ان انت تحط محتوى ببلاش يفيد الناس، بتوصل للنقطة التالتة عندنا في الموضوع بتاعنا النهاردة، الا وهو ان انت بتبقى شخص عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. القاعدة الجماهيرية دي عاملة بالظبط زي كده الشجرة المثمرة والشجرة اللي مش مثمرة. الشجرة المثمرة دايما عندها ناس حواليها، ناس بتستنفع منها، ناس بتستفيد منها، وناس كمان لما بتستنفع منها بتنفعها. ده اللي بيخلي عندك فولورز كتير، ده اللي بيخلي عندك فانز او متابعين او ناس بتحبك او الى اخره. هو ده اللي بيزود من القاعدة الجماهيرية بتاعتك. وبكده نبقى خلصنا النقطة الرئيسية اللي انا جاي اتكلم عنها النهاردة، ازاي تفكر وازاي تشوف صناعة المحتوى بمنظور محترم يقدر ان هو يبني لك مستقبل كويس. كده يبقى فاضل لنا نقطتين كمان. النقطة الأولانية هي إيه الأدوات اللي أنا بستخدمها عشان أصنع المحتوى، وخليك معايا للنقطة التالتة عشان هنتكلم فيها عن الفلوس وإزاي بتعملها وتفاصيل أهم بكتير. طيب إيه الأدوات اللي أنا هحتاجها عشان أبتدي إن أنا أشتغل؟ هنقسمها لنوعين: سوفت وير وهارد وير.
سوفت وير دي اللي هي البرامج، والهاردوير هي الادوات الماديه، يعني الكاميرا والحاجات اللي زي كده. بالنسبه للهاردوير نبتدي بالاول. هتحتاج ان انت يكون معاك مايك او ميكروفون. انا قصدي بالمايك المايك الصغير اللي هو بيتعلق في الهدوم، بس ده مش المفضل بالنسبه لي. انا بفضل اكتر ان انا يكون معايا ميكروفون كبير عشان هو بيطلع دقة صوت احسن واعلى بكتير، زي الميكروفون ده مثلا. فدي اول حاجة. تاني حاجة هحتاج كاميرا بروفيشنال او كاميرا موبايل، ما يفرقش معايا. المهم ان الكاميرا تكون كويسة وتكون بتوصل دقة مقبولة من الصورة. وتالت حاجة هتكون مصدر إضاءة كويس. مصدر الإضاءة ده يعني ممكن تستخدم نور الشمس، بس المهم إن هو يكون مش في وشك، لكن يكون بزاوية 45 على وشك، أو تستخدم أدوات الإضاءة المختلفة بتاعة التصوير زي اللي عندي دلوقتي اللي أنا بستخدمهم. أنا عندي مصدرين للإضاءة، مصدر من اليمين بيديني إضاءة صفراء على وشي من الناحية دي، ومصدر من الشمال مديني إضاءة أبيض أكتر. ده بالنسبة للهاردوير، بالنسبة للأدوات المادية اللي أنت محتاجها. بالنسبة للسوفت وير فدي البرامج اللي انت بتستخدمها عشان تشتغل عليها. والمشكلة في السوفت وير ان انت هتلاقي اغلبيتهم بفلوس، بس انا ضد جدا ان انت تدفع فلوس في اي سوفت وير طالما في سوفت وير تاني تقدر ان انت تستخدمه ببلاش ويكون بنفس الجودة. فعندك واحد دافينشي ريزولف للفيديو اديتنج. دافينشي ريزولف هو من انظف واجمل البرامج اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل بيها فيديوهات طويلة او قصيرة، مناسب للمبتدئين والمتقدمين. سواء تقدر ان انت تعمل بيه فيلم عادي جدا مفيش اي مشكلة، وبيستخدم كمان في الاخراج بتاع السينما، يعني الافلام بتتعمل عليه. فدافينشي ريزولف للفيديو اديتنج. تاني حاجة او بي اس ستوديو. واو بي اس ستوديو هو برنامج بيسجل الشاشة بتاعتك ايا كان انت فاتح ايه، بيقدر ان هو يسجل الشاشة بتاعتك، وده اللي انا هستخدمه عشان اوري لك ازاي بسجل الشاشة بتاعتي وانا بشرح لك دافينشي ريزولف في حلقة الفيديو اديتنج. تلاتة، فيجما. انا بستخدمه عادة عشان اعمل بوستات فيها كلام، او عشان اعمل thumbnails اللي هي الصورة اللي بتبقى بره الفيديو بتاع يوتيوب مثلا، المشاهد بيشوفها من بره على الصفحة الرئيسية بتاعته، او على الفيديوهات بتاعت انستجرام من بره. واخر برنامج ممكن تستخدمه هو جيمب. وجيمب ده برنامج بقدر ان انا استخدمه مكان فوتوشوب، عشان فوتوشوب بتدفع عليه فلوس، فتقدر تحط خلفية من مزاجك على صورة انت قصصها. بس ده كل اللي انت محتاجه حرفيا، ما تدفعش جنيه. واقعيا انت تقدر تعمل الحاجات دي كلها على الموبايل ببرامج ابسط بكتير، لكن لو عايز توصل لاحسن دقة واحسن مستوى تقدر توصل له، يستحسن ان انت يكون معاك لابتوب، عشان البرامج دي بتشتغل على اللابتوب ما بتشتغلش على الموبايلات. اخر واهم نقطة هتكلم عنها هي ايه انواع الفيديوهات اللي انت ممكن تعملها وايه متطلبات كل نوع منهم. لازم تعرف ان في نوعين مختلفين من الفيديوهات لازم تكون على دراية بيهم: لونج فورم وشورت فورم. اللونج فورم من اسمه معناه ان هو فيديو طويل اكتر من دقيقتين، وممكن يقعد معاك لغاية 3 ساعات مش هيقول لا. الشورت فورم هو فيديو اخره دقيقة، دقيقة ونص بالكتير. البلاتفورم الأساسية اللي بنستخدمها لللونج فورم هي يوتيوب، وساعات بتلاقيها على فيسبوك بس مش دايما. أما للشورت فورم اللي هي الفيديوهات القصيرة فأنت ممكن تلاقيها على انستجرام، تيك توك، وفيسبوك. إن أنت تستخدم اللونج فورم فيديوز كمصدر دخل هو أسرع بكتير من الفيديوهات الشورت فورم. بمعنى أصح، لو أنت عملت فيديوهات طويلة هيبتدي يجيلك عائد من الإعلانات اللي اليوتيوب بيحطها على الفيديوهات بتاعتك، على عكس الشورت فورم ما بيجيلكش عائد من الإعلانات اللي بتظهر، لكن بيجيلك فوائد تانية احنا هنتكلم عنها بعد شوية. فانت ممكن تستخدم اليوتيوب كمرحلة أولية ان انت تبتدي يجيلك عائد، مصدر دخل، ومصدر دخل مش وحش، مصدر دخل يقدر ان هو يحركك حتى لو انت مبتدئ. بس هو هيحتاج ان انت تمسك نقطة معينة وتتعمق في النقطة دي، زي فيديوهات الدحيح مثلا بيمسك موضوع وبيتعمق فيه لدرجة معينة وبيعمل منه فيديو. على عكس الشورت فورم، الشورت فورم عايز نقطة واحدة بس تتكلم فيها، مش اكتر من نقطة واحدة. ما ينفعش ان انت تزود في المعلومات اللي انت بتديها على الشورت فورم. فالفيديوهات اللونج فورم فيديوهات عميقة، والفيديوهات الشورت فورم فيديوهات سطحية اكتر. بالنسبة لانت تقدر تحط فيديوهات قد ايه في الاسبوع من كل نوع من الفيديوهين دول، في الغالب لو انت سريع على اللونج فورم ممكن تحط كل 3 ايام لكل اسبوع. لو انت سريع على الشورت فورم ممكن تحط كل يوم فيديو او فيديوهين. في حاجة نقطة بقى انا سبتها في الاخر خالص: ايه فوائد الشورت فورم كفوائد مادية؟ اقدر اطلع منها ايه؟ تقدر تسوق للمنتج بطريقه غير مباشره. يعني انا بحط دايما محتوى عن الجوجيتسو، ففي دايما ناس بتسالني انا بمرن فين وهو الى اخره عشان هم عايزين يتمرنوا. تقدر تسوق لمنتج حد تاني، زي مثلا انك تعمل دعايه لبروتين سبلمنتس، او تعمل دعايه لهدوم. منظمات او شركات تكلمك، زي مثلا اي دي سي سي الكويت كلموني وطلبوا مني ان انا اروح الكويت واعمل لهم دعايه للبطوله بتاعتهم. او زي مثلا طه الدسوقي، هو كوميديان بس دخل في سكة الأفلام عشان اتعرف من عن طريق السوشيال ميديا بتاعته، وده عادة عشان بيبقى عندك قاعدة جماهيرية كبيرة، فالناس بتحتاج حد يكون معروف عشان يسوق للمنتج بتاعهم. ده كل اللي انت محتاجه عشان تحط رجلك على بداية الطريق.
لو انت عايز تعرف بالتفصيل ازاي انا بخطط للمحتوى بتاعي بطريقة شخصية، انا عامل كورس من 6 اجزاء بيتكلم عن ازاي تكتب سكريبت للفيديوهات بتاعتك عشان يطلع الفيديو كويس، الاضاءة، الكاميرات والمايكات ازاي كلها بتشتغل وبتجهز المكان ازاي عشان تصور، ازاي بتستخدم برنامج دافنشي ريزولف عشان تعمل مونتاج وإيديت للفيديوهات بتاعتك، ازاي تستخدم برنامج OBS ستوديو عشان تسجل الشاشة بتاعتك وتطلع منها محتوى، ازاي بتستخدم برنامج فيجما عشان تعمل محتوى للصور، ومثال حي وكامل للشورت فورم واللونج فورم فيديو اديتنج اللي انا بستخدمه من غير بقى ما اكون مقصقص لك في الفيديو او محسنه، تشوف ازاي انا بصوره من الاول للاخر. انا عامل خصم 60% لاول 50 شخص، فبدل ما يكون ب 1000 جنيه هيجيلك ب 400 جنيه بس، يعني 8 تذكرتين سينما. الكورس ده تقدر من خلاله ان انت يكون معاك كل الادوات اللي انت محتاجها، سواء لو عايز تشتغل فريلانسر لمونتاج الفيديوهات، او ان انت تكون بتساعد الشركات في ان هي تدير المحتوى بتاعها، يعني ديجيتال ماركتنج سبيشالست او سوشيال ميديا استراتيجيست، او ان انت تبدا الشغل على مشروعك الخاص، سواء ان انت تكون صانع محتوى محترم وتجيب رعاة للمحتوى بتاعك، او ان انت تسوق لمنتج انت عايز تبيعه. كل ده من غير ما تدفع جنيه في الاعلانات الممولة ولا تقرب من القصة دي خالص. فلو انت مهتم ابعت لي رسالة على الرقم ده وانا هبعت لك التفاصيل كلها. شكرا جزيلا، اشوفكوا قريب.